فهد بن خالد. مساء الخير سمو الامير. مساك الخير اخوي هادي، مساء الخير لابو فهد والاخ طلال. اهلا، مساء الخير سمو الامير. سمو الامير، يعني خطوه وفاء وخطوه جميله من النادي الاهلي، من النادي الراقي تجاه الامير سلطان بن فهد، بس ودي اسال من متى رتبتوا على الموضوع هذا سمو الامير؟ اولا اخوي هادي، ما قمنا فيه في النادي الاهلي هو اقل ما يمكن ان يقدم لشخصيه مثل شخصيه الامير سلطان بن فهد. نحن كرياضيين سعوديين وليس النادي الاهلي فقط نكن لهذا الرجل كل محبه وتقدير واحترام، فاقل ما يقدم له هو حفل تكريم، ونتمنى انه يصل الى جزء مما قدمه سموه للرياضه السعوديه والعربيه والاسلاميه. بدينا في الفكره والله اكثر من تقريبا من شهر. اخذنا اذن الامير سلطان بن فهد اللي الله يحييه، نشكره على موافقته، وطبعا اشكر صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقه مكه المكرمه على رعايته للحفل. زي ما قلت لك اخوي هادي، الامير سلطان بالنسبه لنا كرياضيين يعني لنا شيء الكثير، يعني صحيح. ما قدموا للرياضه السعوديه والعربيه والاسلاميه اقل ما يقابله هذا التكريم البسيط اللي مهما فعلنا صدقني ما راح نوصل لما قدمه الامير سلطان. صحيح. لكن هذا حقه علينا، واخص بالنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي واعضاء شرف النادي الاهلي ومجلس ادارته، هذا اقل ما يقدمونه للامير سلطان بن فهد. سمو الامير، وجهتوا او رحبتوا انتم طبعا في الخبر بمشاركه الانديه السعوديه، وجهتوا لهم خطابات دعوه؟ هي ستوزع ان شاء الله بعد غدا ان شاء الله جميع الانديه في المملكه ورؤساء الانديه باذن الله. الحفل نعم القائم فيه النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي سباق ان شاء الله في الامور المهمه وامور اللي فعلا يعني توفي الرجال حقوقهم. وجهنا الدعوه حتكون متاحه للجميع، اي نادي في المملكه يريد ان يكرم الامير سلطان يعتبر النادي الاهلي بيته ومحله. الحفل هو للرياضيين السعوديين وليس للنادي الاهلي فقط. نعم. سؤال سمو الامير حول قضيه اللاعب يوسف موينع. امس داخل معنا وكيل اعمال نواف المهدي وقال انه رفع شكوى الى لجنه الاحتراف يطالب فيها مستحقات اللاعب يوسف الموينع اللي هي طبعا مقدم عقده. ما ادري عندك تعليق على الموضوع؟ هذا ما له علاقه في الحفل. طيب هذا برا الحفل يعني. لا، هو اولا خلينا نتفق على مبدا، الكابتن يوسف له حقوق عند النادي، وايضا الكابتن يوسف من حقه انه يرفع شكوى. لكن اللي حاب اقوله انه لله الحمد في تاريخ النادي الاهلي كله ما قد واحد من ابنائه في يوم رفع شكوى على النادي الاهلي، لانه ما يميز النادي الاهلي ايضا هو التزامه بمستحقات لاعبيه. اللي حدث هو امر ممكن يحدث في اي لاعب في اي نادي وليس في الاهلي. بس عشان اختصر الموضوع كله، هذا من حق اللاعب، والنادي ان شاء الله قادر انه يوفر مبلغه، وخاصه انه لا يساوي اقل من 3 أو 4% مما دفعناه قبل شهر لجميع لاعبي النادي الاهلي اللي كانت داخله مستحقاتهم. ربما الكابتن يوسف بحكم انه يعني ما له الا سنه في النادي لا يعلم بسياسه النادي الاهلي، لكن ارجع واقول هذا حق اللاعب. ما عندنا اي اعتراض على رفع الشكوى، لكن احنا ما اعتدنا في النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي انهم يرفعوا شكوى ضد ناديهم، لكن الموضوع كله حينحل. بس في توضيح بسيط. تفضل. انه قالوا انه من شهر جاي رفعوا لنا خطاب او شيء زي كذا. الخطاب لم يصل الا من اسبوعين اللي من وكيل اعمال اللاعب. الاخ نواف كان بيني وبينه اتصال امس، انا اشكره على تفهمه. كل الموضوع انه انا جلست مع يوسف قبل 3 أسابيع ووعدته ان شاء الله انه تنصرف قريبا، لكن هو راى انه يذهب الى لجنه الاحتراف. نحن نحترم هذا القرار، واحنا باذن الله سنحل موضوع يوسف عن طريق لجنه الاحتراف. سؤال اخير سمو الامير، لا هو عن لا هو عن الحفل ولا هو عن طلال آل الشيخ.
في معلومه جتني انه كان يدرس معك في المدرسه. والله بس للمعلوميه طلال كان زميل دراسه وزميل عمر. انا بسالك عنه كيف كان في المدرسه. والله مو بقليل شر يعني اللي يسويه ابو فهد، ترى يعني احنا متعودين من طلال الغثى، فالله يعينك عليه. يعني ترى ما جاك شيء يعني ليه الحين يعني. لا انا اشوف هو بدا على ابو فهد كويس، خلى على ابو فهد لا يجيني. لا هو يعني انا اشوف ابو فهد، بس انا العين الحمراء ابو فهد لا اوصيك يعني عاد انا ما ارضى ابو فهد يعني، واذا تبيني انا اخذ حقك من طلال خذيته انا مستعد. تفضل يا طلال. تمون يا طول العمر، تمون يا امير فهد، مشتاقين لك والله يوفقك. الله يحييك. بس ترى الفوده ثقيل يا طويل العمر، لا تخاف يعني ما يتاثر ان شاء الله. لا اكيد هذه ما فيها كلام ان شاء الله. يعطيك العافيه سمو الامير. شكرا. موفقين. فهد بن خالد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. خلاص دافع